امرأة تحرج مراسلا عراقيا على الهواء وتطلب منه طلبا غريبا جريئا بمنتهى الصراحة. فما الحكاية؟ هذه السيدة الجميلة التي نتحدث عنها تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت حديث الكثيرين. الإعلامي الزميل علي الخشان وخلال تقديمه حلقة لبرنامجه الميداني المعني بنقل شكاوى المواطنين ونقل همومهم ومشاكلهم إلى المسؤولين، هنا تقدمت باتجاهه هذه المرأة، ناشدت لطلب الزواج على الهواء مباشرة هكذا دايركتلي، قائلة أريد أتزوج وماكو حقي لو مو حقي، لتجعله في حالة من الصدمة والتفاجؤ، ثم انهار ضاحكا بعدها. لنشاهد. اي والله مناشده ما بيها شيء حقي، بس من تجي يعني يجي لك ماكو لا تعيين. اي والله شكو بيها مطلب يعني ما بيها شيء. شو تريدين؟ زواج بدي اتزوج. والله من حقك. اي والله بدي اتزوج ماكو زين والله. لا والله صدق ليش؟ والله من حقي لو من حقي. ما متزوجتي؟ لا ما متزوجة. مواليد؟ هسه عفنا من المواليد. اذا شخص يتقدم لك زين يقول لك ماكو، يقول لك ماكو، يقول لك ماكو لا تعيين ولا هاي. هي شباب خطيه ما لاقيه لا تعيينات لا شغل، شلون يتزوجون؟ زين الله يساعد زين. اي حبيبي. يعني هسه مناشدتك؟ اي مناشده اتزوج. انا اريد يعني انسان اي مثقف، مو مشكله رياضي مهندس، المهم انه تتزوجين. اي انسان يعني ما اشرط مو شروط. لا هاي ان شاء الله يجيك ابن الحلال ان شاء الله، وان شاء الله نشوفك الله يسلمك. انا هذا تبدي الحروف عليك. اول عرب تبدي الحروف عليك ورا الكواليس. ان شاء الله خير وبركه. شكرا على حبيبي. الله يسلمك. الحجي أول المتقدمين انتهز الفرصة باعتباري قريب جدا من المكان، مو شرط رياضي مهندس، المهم أتزوج. للأسف لا يوجد من بين الشروط إعلامي. هذه المناشدة وجهت إلى جميع العراقيين. المرأة تبحث عن رجل جاد للزواج دون أن تطلب أي شروط، فقط تريده أن يكون إنسانا مثقفا سندا لها، فعلى من يجد في نفسه المؤهلات ولديه رغبة بالارتباط الجاد، العروسة جاهزة وما طلبت إلا حقها كما قالت، وهذا حق شرعي وإنساني. المرأة البشوشة اللطيفة الجميلة هذه وما أن انتشرت مناشدتها حتى انهالت عليها العروض من الشباب الطالبين الزواج على سنة الله ورسوله في منصات التواصل الاجتماعي، كحال هذا الشاب طلب أن يرتبط بها ويكون فارسا لأحلامها. أنا طالب مناشدة للمرأة هاي، أريد أخذها ريتها وذمة برقبتك، وصل لها رسالة تريد أرد لك رقم تليفوني. شو تقول يا أخويا؟ إيش كثر عمرها؟ أنا قابل بعمرها وأنا موالي 97. دز لها المقطع. طبعا ردود الأفعال والكومنتات والتعليقات والآراء كثيرة جدا حول الطرح الذي تقدمت به هذه السيدة على منصات التواصل وفي مقطع الفيديو هذا عبر هذا اللقاء الذي أجري معها، فكان الحديث عفوي كما تابعنا. مجموعة من الآراء والتعليقات التي كتبت على منصات التواصل اخترنا لكم منها نماذج من تلك الآراء والتعليقات المكتوبة، سنذهب إليها مباشرة بعد أن تضع على الشاشة. نبدأ من تعليق فوزي الدليمي. يقول فوزي كتب تعليقا مطولا يقول فيه: حشتها بطريقة عفوية والناس أخذتها بمزح وضحك، ترى وما بها شيء، الزواج سنة الحياة، مو أحسن ما تروح بالحرام. خديجة رضي الله عنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرضت نفسها على النبي للزواج. تعليق آخر أيضا من كبرياء امرأة: هسه لو قايله معلم مدرس على قد الحال هل موجود؟ قبل مهندس لو رياضي وين أيمن حسين؟ أنت هم بعدك ما متزوج، تعال اخطبها. تعليق من دعاء علي: ترى صدق حقها، ليش مستغربين؟ هم يعني تريد تتزوج وتكون أسرة حالها حال البقية، وحق شرعي وبالحلال، أحسن ما تنحرف وتخسر الدنيا والآخرة. تعليق من سجا، تقول سجا: كلش صعبة خالة، شلون قدرتي تقوليها قدام الناس؟ وهسه
من رخصي روحك قدام خلق الله ايش حصلتي؟ حتى لو حصلتي وتزوجتي أول شغلة يسويها راح يعايرك. تعليق آخر من السماء الصافية: ليش التعليقات السلبية على كيفكم ويا البنية؟ هي ايش قالت؟ احنا مجتمع تعبان، بنية مثقفة وتعبر عن الوضع، لأن الشباب تقول ماكو تعيين ماكو زواج، وهي من حقها تريد رجل يسندها في حياتها. تعليق من يزن يقول يزن: أتصور هي وصلت رسالة وبسمار قوي للحكومة بأن أكثر الشباب عاطلين عن العمل، ليس لديهم قدرة على الزواج، فكفوا منش خالة وعاشت ايدش، وإن شاء الله تلاقين ابن الحلال، وألف مبروك مقدما.